السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد إن شاء الله يعجبكم وينال استحسانكم. الفيديو بتاعنا النهاردة حلو جدا ومميز جدا، وإن شاء الله هنعمل فيه خلطة حلوة للفراخ عشان خاطر إنتاج البيض، وفي نفس الوقت هنضيف مكون تاني لو انتي حاسة ان انتي عندك إسهالات أو أي حاجة. هنعمل سقوة الشيح، وبالإضافة إلى ذلك هنضيف إليها مكون تاني برضو في العلف. تعالوا نشوف هنعمل ايه بسرعة، ونشوف السقوة بتاعتنا النهاردة عبارة عن ايه. كده غسلنا السقاية وملينا حوالي نصها، وهنحط عليه قرصين فلاجيل نسيبهم يدوبوا براحتهم لما نجهز العلف. الخلطة بتاعتنا رغيفين عيش كده زي ما انتم شايفين، ولو مفيش عيش من اللي هو الطري ده اللي بيبقى بايت وبنقطعه، بنستخدم العيش الناشف ده المدشوش. فيهم بقى نص كيلو دشيش، وزي ما قلت وزي ما دايما بقول بنراعي الكميات على حسب طيورك اللي انت هتاكليها، بتختاري الكميه المناسبه. عليهم كيلو علف بياض، ده الى جانب طبعا بواقي البيت. دي الوجبه بتاعت الصبح، ولسه في وجبه تانية العصر. هنضيف عليهم بقى المكون الحلو قوي الجبار لانتاج البيض ده، المكون الابيض ده، الا وهو بودره البلاط. دي بودره بلاط ناعم. وعشان موضوع الاسهال اللي انا شاكه فيه، حطيت فلاجيل في السقوه زي ما قلت لكم زي ما شفتوا معايا، وده حوالي معلقه نشا اهي التزيقه بتاعتها اهي. هنقلب كل ده ونقدمه للطيور. طبعا كان ممكن نزود العلفه بتاعت النهارده دي الرده، لكن احنا استغنينا عنها، مش لانها وحشه، لانها مش متوفره للاسف عندي. هبعت اجيب، لان الرده برضو من العناصر الاساسيه والمهمه. ان شاء الله احط لهم في السقوه بتاعت العصر. طبعا النشا والبودره زي ما انتم شايفين كده ناعمه، هياكلوها ان شاء الله مع الاكل. وطبعا كان الافضل ان انا حطيت رده ولميتهم كده بشويه ميه عشان نلم البودره الناعمه دي وياكلوا كل حاجه وما يبقاش منهم حاجه. ولكن انا لما نطلع العصر لو لقيت بواقي بقلب العلافات زي ما بتشوفوا دايما معايا، وبعمل حلفه جديده على القديمه. وحتى لو كانت البودره اللي متبقيه دي، وكمان ابتدي اخلطهم. بصوا بقى الفراخ، مشكله الفراخ في كده بتنقر كده وتنكش في الحاجه، بس طبعا طالما الارض نظيفه ما تشيليش هم ايه الحاجه اللي هتقع ان شاء الله هياكلوها برده من على الارض. بودره البلاط حلوه قوي 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 في انتاج البيض، لانها بتعوض نقص الكالسيوم. وطبعا احنا بنحط لهم قشر البيض، لو انتوا شفتوا في بواقي الاكل معانا في الاول كان في برده قشر بيض، وكمان في بصل اهو. قشر البيض على الارض اهو، هناك اهو. طبعا قشر البيض لما بيكون مسلوق، ولو انت جايلك بيض من بره يعني بالذات ني، يعني لو انت كسرتيه او كده ما تحطوهوش للطيور ابدا، لانه ممكن ينقل لهم عدوى. لكن لما ينسلق مفيش مشكله، هو اتطهر، انت بتغسليه وترجعي تسلقيه. ربنا يا رب ييسر حالنا وحالكم، ويرزقنا واياكم الرزق الحلال الطيب المبارك يا رب، اللهم امين. طبعا حبات الطيور دول صغننين كده، بس ان شاء الله ربنا يطرح فيهم البركه. طبعا احنا ما عندناش ديوك دلوقتي غير هما ديكين اتنين، ربنا يطرح في دول البركه يا رب ويبارك فيهم. وعندنا كمان الطيور التانية اللي بره هوريها لكم دلوقتي اكيد شويه، وهنقلهم معاهم. عايزين نشوف البيض، في بيضه هنا وفي فرخه فرت، معرفش بيضت ولا ما بيضتش، وفي فرخه كمان رقت. نسيبهم ونرجع كمان شويه اهم. دول فيهم طبعا تسمين وفيهم بيض، فاحنا ان شاء الله يعني شويه كده وهننقل دول جوه مع بعض. بس انا صابره عليهم عشان يتاسسوا صح، لاني بحط لهم طبعا عليقه قلما لما بديهم شويه دشيش او بديهم شويه بطاطا. الدشيش يعني يعتبر لسه بادئه من يوم او اتنين، وبقيت اديهم شويه بطاطا طبعا لان انا عامله حساب الفرخات التسمين الابيض دول. كمان مش مستعجله عليهم فسايباهم براحتهم يعني. هما بقوا فاضلين 5 اهو، ادي 2 3 هنا اهم، وادي 2 هنا، فبقوا 5. والفراخ بقى زي ما انتم شايفين في منهم كوكتيل، فشويه وهنقلهم جوه مع اللي جوه ان شاء الله.
بصوا بقى راس الفلاجيل هي دابت لوحدها. هندوبها تاني دلوقتي. بصوا بحاول افتفت اللي فاضلين لان لازم يدوب كويس عشان الطيور تستفاد منه في قلب الميه. بعد ما اتاكد من ذوبانهم من تمام الذوبان هبتدي ان انا اقدمهم للطيور وبألف هنا وشفا. طبعا انا قدمت لهم الاكل الاول لسببين. اول سبب ان انا هعمل سقوه، فبالتالي انا عايزاهم عطشانين عشان ساعه ما احط السقايه يشربوا على طول كده زي ما انتم شايفين ويستفادوا بالسقوه. تاني سبب ان انا هحط حبوب فلاجيل، وحبوب الفلاجيل لازم وحتما نحطها في الميه كده تبوش، يا اما ان احنا نصحنها من البدايه وندوبها في قلب السقوه. فكده زي ما انتم شايفين ما شاء الله اللهم بارك. مش كله خد باله ان الميه جت، لان انا بغير الميه، بغير مكان الميه. الميه كانت هنا مره هنا مره هنا، وساعات بغير قوالب الطوب دي اماكنها. يعني انتوا لو تاخدوا بالكم من السقايات هتلاحظوا الموضوع ده. طب ليه؟ عشان خاطر برضو ما يبقاش فيه مكان رخو او مزلزل كده وفيه ميه كتير، وبالذات عشان انتوا عارفين ان انا عندي الكام بطايه دول. تمام. اللي بره دول هنقلهم هنا جوه، بس بعد ما ان شاء الله البطايه دي تخرج، عشان برضو نكون حدينا من الموضوع بتاع ان يبقى في حاجات غريبة كتير. الطيور زي ما دايما بقول في الفيديوهات مش اكل وشرب ومية بس. الطيور يا جماعة لازم ناخد بالنا منها، لازم نشوف مين اللي بياكل ومين اللي ما بياكلش ومين اللي كاشش ومين اللي مش كاشش. بصوا الفرخة دي بتفرك كده في الارض. طبعا احنا مبسوطة نظافة. طبعا احنا نظفنا امبارح الحمد لله فضل ونعمة من رب العالمين، ورشنا لهم جير زي ما حضراتكم شايفين. تعالوا نشوف انتاج البيض، وان شاء الله اوعدكم هنكمل الفيديو مع بعض العصر عشان نشوف البيض. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوه الا بالله. شوفوا انا كنت لسه ببص من شويه كنت شايفه واحده بس تحت الفرخه اللي راقده. الفرخه عشان راقده انا مش شايفه ايه اللي جوه تحتها. بصي انت رايحه فين؟ بسم الله ما شاء الله. 5 وواحده يبقوا 6. نشيلهم. دول ال6 بيضات. وطبعا انا عشان رمضان بقيت اطلع لهم متاخر شويه الصبح، والمره التانية بطلعها كده قبل المغرب، اسيبهم ياكلوا ويشربوا، وبعد المغرب بطلع اطفلهم النور. الوجبه التانية بقى للطيور في بواقي هنا، لان انا طلعت لهم بدري شويه عن ميعادي، فهنكتفي بيها مع شويه الخضره دول. جايبه لهم شويه شبت وبقدونس كده وورق خس. بسم الله. طبعا الخضار حلو للطيور بيرفع المناعه، بس في حاجات ما نزودش فيها. يعني البرسيم مثلا لو استعملناه يبقى بحذر شويه وما نكترش فيه. انما الشبت والبقدونس والجرجير والحاجات دي اصلا رافع مناعه طبيعي ومفيد ومغذي خالص. طبعا ممكن نحط لهم برده ورق كرنب، واكيد زي ما كنتوا بتشوفوني ان انا بحط ورق كرنب برده ما بيبقاش بكميات كبيره. هياكلوا دول بقى مع الشويه اللي فاضلين، واشوفهم بقى ان شاء الله في الوجبه بتاعه الصبح. تعالوا كده نشوف البيض. معانا كمان بيضه. تعالوا بقى نشوف بتوع الصبح كمان واقول لكم على حاجه. اهي دول ال6 كده بتوع الصبح. بصوا 3 تحت و2 يبقوا 5، وادي 6 وادي 7. انا بشوف بلاقي من 7 ل8 بيضات. ساعات يوم كده وساعات كده وساعات كل الايام كده. بصوا ما شاء الله ابتدوا ينتشروا بألف هنا على قلوبهم. طبعا الفراخ عندي اللي بتبيض مش كتير. بصوا ادي واحده فيومي، وادي التانية اختها. دول 2 فيومي، وكان جاي معاهم السمرة اللي هناك دي، بس دي طبعا مش فيوم اهي. ايوه دي تمام. والباقي ده بلدي مشعر. البلدي المشعر الجميزي دي جميزي برضو بس بلدي مشعر.
فما شاء الله حجمها حلو برضو بالنسبة للتانيين، وانتاجها في البيض برضو بيبقى كويس. بس هي بصوا فرق عن التانية، مش نفس النوع. ادي كده دي واحدة، وبرقبة دي التانية، وتلاتة هناك جنب بعضهم وجنبهم البيضة، يبقى كده 4 و2 يبقى 6 7 7 فرخات، 7 و2 جميزي يبقى و3 7 و3 يبقى 9، يبقى 10. معلش يا جماعة الصيام قربنا بنفطر. كل سنة وانتم طيبين. طبعا السوسو دي مش محسوبة، ده بقالها اسبوع ما بيضتش، كانت اخر بيضة بتاعتها ما شاء الله اللهم بارك كبيرة خالص وجميلة، بس ما بيضتش بقالها اسبوع. هسيبهم انا يتفاعلوا شوية كده مع بعض، وبعدين اطفي عليهم النور، ويبقى كده اليوم بتاعنا خلص. اطفي عليهم النور بعد المغرب ان شاء الله. ولغايه هنا هسيبكم واقول لكم اشوفكم في فيديو جديد، ومع السلامه.